اهلا، ازيكم؟ هوريكم النهارده ازاي تعملوا الكيكايه اللي لا غنى عنها في اي مناسبه. تنفع لانش بوكس، تنفع لما نفسنا تهفنا على حاجه حلوه، لو جاي لنا ضيوف بعد الغدا، لذيذه ولا غنى عنها في البيت. قبل ما نبدا بس ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وقولوا لي رايكم في الكومنتات. اول حاجه البيض، هنستخدم 4 بيضات، ممكن تعملوها ب3 بس لو ب4 بتبقى هشه اكتر وبتبقى احلى. ظرف فانيليا 1 والسكر انا بحط كوبايه، انتوا ممكن تحطوا لحد كوبايتين حسب السكر اللي انتوا حابينه. واهم حاجه في نجاح الكيك ان احنا نضرب البيض كويس قوي لحد ما السكر كله يدوب، قوام البيض يكون كريمي وناعم، تقريبا هيحتاج معايا من 5 ل 8 دقايق. بعد ما البيض اتضرب كويس هنضيف الماده الدهنيه. انا استخدمت كوبايه من الزيت، ممكن تستخدموا نص زيت نص سمنه، او ممكن نص زيت ونص زبده زي ما انتوا عايزين. ضربه سريعه، بعدين هننزل كوبايه كامله من اللبن. لو انتوا مش متاكدين قوي المقادير بتاعتكم، المفروض اللبن تحطوه بالتناوب مع الدقيق، لكن انا واثقه من المقادير فحطيت الكميه اللبن كلها مره واحده. ضربه سريعه وهنقول باي باي للمضرب الكهربائي. هحضر بقى 3 كوبايات من الدقيق، عليهم معلقه كبيره من البيكنج باودر ورشه لو عايزين جزء من الكاكاو هنحط كميه الكاكاو اللي احنا عايزينها في طبق خارجي، وكل معلقه من الكاكاو هتاخد لها معلقتين من اللبن. هضربهم كده بالمضرب لحد ما يتحول معاه الكاكاو يبقى عامل زي الصوص كده. هبتدي بقى اضيف المواد الجافه على المواد السائله، واحط الدقيق يعني واحده واحده، ما احطهمش كلهم مره واحده علشان ما يكلكعش. وتاني اهم حاجه في الكيك ان احنا نقلب بالراحه وما نبالغش قوي في التقليب. مجرد ما الاقي الدقيق اختفى اوقف تقليب على طول. كتر التقليب هينشط الجلوتين اللي موجود في الدقيق ويطلع معايا كيكيه ناشفه، فعشان تضمنوا ان الكيك يفضل هش وطري معاكم ما تبالغوش قوي في تقليب الكيك. هجيب طبق تاني بقى واحط فيه الكميه اللي انا عايزه اعملها بالكاكاو. زي ما انتوا عايزين تعملوا نص ونص، عايزين تعملوا ربع وتلات ارباع، زي ما تحبوا. انا بخليهم تقريبا يعني نص ونص، بس الكاكاو بخليه اقل شويه. هنزل عليه بقى بميكس الكاكاو اللي انا حضرته. وليه بقى بحب اعمله كده زي الصوص، ما احطوش باودر علشان يختصر معايا وقت التقليب. لما بعمله زي ما يكون صوص كده، مجرد ما بياخد له 3-4 تقليبات بيكون خلاص الكميه كلها اندمجت وبقى كله عندي بالكاكاو. فده بيخليني اتفادى ان انا اقلب اكتر وانشط شبكه الجلوتين في الدقيق بتاعي، فتبقى عندي الكيكه في الاخر ناشفه. هنجيب بقى الصينيه اللي هنخبز فيها، بطنوها زي ما انتوا تحبوا. انا بحب بطنها دايما بالسمنه وعليها رشه، بحس ان السمنه بتكون اسهل كتير في الفرد من الزيت. وصبوا بقى خليط الكيك بالشكل اللي انتوا عايزينه. في ناس بتعملها باشكال كتير مختلفه، انا بالنسبه لي بحط طبقه وطبقه، يعني بختصر الوقت وفي الاخر بيكون شكلها حلو، وبحس بالطعم الكاكاو وطعم الفانيليا الاثنين كل واحده منفصله. وبعد ما بخلص بجيب عصايه شيش طاووق واديها تقليبه سريعه. ما بحبش ابالغ قوي في التقليب علشان انا بحبها في الاخر احس ان هي طبقات منفصله. لو بالغتوا قوي هتبقى في الاخر يعني ايه سايحه على بعضها، الكاكاو دخل في مع الفانيليا فهتبقى كده ايه مش منفصله. براحتكم برضو، الاثنين بينفعوا، الاثنين بتدخلها الفرن بقى على درجه حراره 180 في الرف الاوسط. هتحتاج تقريبا 40 دقيقه وهتطلع معانا بالجمال ده. معلومه مهمه، لو انتوا الفرن بتاعكم فيه مروحه خلوا درجه الحراره 160 وشغلوا مروحه، هتطلع معاكم تسويه احلى. سموها بقى كيكه الشاي، سموها زي ما انتوا عايزين، انا بسميها كيكه الطيبين، يعني بحس ان هي بجد لا غنى عنها، ودي المقادير والطريقه اللي عمرها ما هتخيب معاكي ابدا ان شاء الله. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وفولو، وقولوا لي رايكم تحت في الكومنتات. باي باي.